حبايب قلبي عاملين ايه؟ نبدأ الفيديو كده ببركة سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب تكونوا كلكم بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي يومين ما نزلتش فيديوهات. ما تنسوش بقى كومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني على التصوير واني انزل فيديوهات. ما تنسوش الاول لو كنتوا لسه جداد في قناتي تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل شويه رز وملوخيه وبواقي من امبارح، البواقي الفراخ اللي كانت فاضله من امبارح، وكان فاضل كام حته لحمه كده على شويه حبشتكنات كده في التلاجة، فقلنا نتخلص منهم. فجبت شويه ملوخيه خضراء وخرطتهم مع قرن فلفل اخضر بارد او حامي اللي انت حباه، وجبت الشوربه. بصي بقى الملوخيه ملهاش مقدار شوربه، فديت بالنظر كده انت بتحطي الملوخيه وما تكتريش شوربه، وتقلبيها كده بالمضرب اللي هو السلك ده او بالشوكه او بالمعلقه علشان ايه تعمل تفك من بعضها. الملوخيه الخضراء او الناشفه عموما ما بتغليش كتير، غلوتين اتنين وبتطفي عليها علشان ما تسقطش منك. انا هنا كنت طفيت عليها، جبت بقى حته زبده مع معلقه زيت ومعلقه توم محترمه كده. ملوخيه يعني توم يا جماعه وكزبره. اخوانا اللي بيحبوش التوم ما تاكلوش ملوخيه، عشان الملوخيه من غير الطشه ما تنفعش. شويه بقى كزبره كده بعد التومه ما بدات تصفر، ونحطها ونعمل والله انا عملتها فعلا في الفيديو، بس كان حواليا كلام فمش هعرف اطلعه الصراحه. فلازم ايه تشهقي آه ونديها بقى تقليبه كده وطفيت عليها. من اسهل الاكلات اللي ممكن تعمليها هي الملوخيه، وبيبقى طعمها حلو جدا جدا جنب شويه رز متحمر اللي هو حبه وحبه، او شويه رز بشعريه او رز ابيض، بتبقى تحفه. او بقى تجيبي بقى العيش البلدي ودن قطه واديها شويه بقى شعريه كده ونحمرهم في شويه زيت، ونحط الرز والملح. طبعا قلنا الملح بنظبطه بعد ما نحط الميه وندوقها. نحط بقى الميه، وكالعاده اقول لكم ان انا ما بحبش اسوي الرز بالميه السخنه، بحب اسويه بالميه الساقعه، بيطلع مفلفل معايا وطعمه تحفه احسن من الميه السخنه. هغطيه بقى لحد ما يتشرب الميه بتاعته خالص، وبعد كده هدي عليه خالص. هنا بقى البواقي كان فاضل كده شويه، الحته اللي هي بتبقى مع الدبوس دي، وكان فاضل كتف مسلوق لسه، وكام جناح كده بالهيكل بتاعه. هنا هقسم الكتف نصين. جماعه مش لازم كل يوم المحمر والمشمر، بس دي كانت بواقي في التلاجة عادي جدا يعني. مش كل يوم اللحمه والفراخ في الغلا اللي احنا فيه ده. مشي يومك باي حاجه اللي موجوده عندك في التلاجة مشيه. مش فاكرين الخلطه اللي انا عملتها في الفيديو اللي فات؟ ارجعوا لها هتلاقوها. عملت زيها بالظبط وحطيتها. حطيت شويه كده على الفراخ عشان اطعمها وما تبقاش ايه كانها بايته، بضحك عليهم يعني. بدخلها بقى الفرن. هنا الرز كان اتشرب معايا، هديله بقى تقريبا من فوق لتحت كده، وهدي عليه النار خالص 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 لحد ما يستوي معايا. كان فاضل شويه رز بايتين من امبارح، اكيد مش هنرميهم، حرام. كيلو الرز تقريبا بحاجه و20 جنيه ولا ب25 جنيه. فاللي فاضل من امبارح كده هنفلفله من بعده، وبعد الرز ما يتشرب هروح حاطه الرز البايت ده على الوش، هيسخن على الحمو بتاعه. الاكل البايت بيتاكل عادي جدا يا جماعه، مش بنرميه والله. بس اعملوه بصوره حلوه، حطوه على الصينيه او سخنوه بصوره كويسه، عيالكم هيحبوه وهياكلوه. لان في ناس كتير بتقعد تقول عيالي ما بياكلوش الاكل البايت. سخنوه جهزوه وهندموه كده وقدموه بصوره حلوه وهياكلوه والله. وبألف هنا وصحة وشفا على قلوبكم كلكم لو جربتوه. الملوخية مفيش أسهل منها، وعمايل الرز مفيش أسهل منه. بس اللهم صل على حبيبي مصطفى. معلش اتأخرت عليكم يومين. ان شاء الله هتشجع كده وانزل لكم كل يوم فيديو تشجيعي كده، نشجع بعض. بس وادي الملوخية جاهزة اهي. ما في وادي السلطة، عشان احنا عاملين ايه؟ احنا عاملين دايت. هنشيل بقى السلطة عشان نحط الصينية بتاعت الفراخ اللي احنا دخلناها الفرن. شايفين اتحمرت وتتأمر، اهم حاجة تتحمر وتتأمر كده ويبقى طعمها تحفي تحفي تحفي. ما تنسوش تحطوا لايك. باي باي.